أبواق المخزن الحاقدة على الجزائر تنفجر غلاً على ما تنعم به أرض الشهداء من أمن واستقرار وسكينة، وكلابه تنبح وتعوي سعياً وراء نشر الفوضى والبلبلة. مخابرات المخزن أعطت الإيعاز لذبابها ومنصاتها وأذنابها لتنطلق في حملة تضليلية شعواء تزعم أن الجزائريين غاضبين وناقمين على أوضاع لا توجد إلا في أذهان المخازنية المريضة. الهجوم الحاقد هدفه الدفاع عن القصر العلوي الذي بات مهددا ويخشى أن تلحقه عدوى الانقلابات فيشتعل عرش المخزن، خاصة وأن محمد السادس معتاد على قضاء أغلب وقته في الغابون وتربطه صلات قوية برئيسها المعزول علي بونغو. المغرب يشهد موجة عارمة من السخط الشعبي ضد أوضاعه المعيشية المتأزمة التي تسبب فيها المخزن. ثالوث الفقر والجوع والمعاناة يضرب بأطنابه في أنحاء البلاد. الجزائر قطعت أشواطا طويلة نحو التنمية والديمقراطية، اقتصادها يزداد قوة وصلابة، والدخول إلى منظمة البريكس لم يكن يوما طموحا أو هدفا، وهو مسألة وقت فقط. فالجزائر تخطو خطوات كبيرة نحو الرقي والازدهار والرفاه. الرئيس تبون خرج لتوه من أشرس المعارك مع العصابات، وبدأ عبر زياراته لأقطاب مجموعة البريكس في إقناعها بالتعاون وجلب استثماراتها لضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني بهدف إطلاق مشاريع منتجة تساهم في امتصاص البطالة وتوفير السلع وتعزيز القدرة الشرائية للجزائريين. المخزن يخشى من أن يؤدي الفرق الشاسع بين الجزائر والمغرب إلى إثارة المغاربة واستفزازهم للمطالبة بطرد العائلة المالكة التي تنهب أموالهم وتستولي على خيراتهم وتحتكر شركاتها اقتصاد المغرب وتستنزف مداخيله. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.